بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة يسوع مفرح القلوب. معجزة جميلة جدا للقديس العظيم ماري جرجس. وقبل ما أبدأ المعجزة أتمنى اللي لسه مشتركش في قناة يسوع مفرح القلوب يشترك في القناة ويفعل الجرس على الكل علشان يوصلوا كل إشعار بالفيديوهات اللي بتقدمها القناة، وربنا يبارك حياتكم. معجزة جميلة جدا على فم أبونا المتنيح بشوي كامل. بيقول قدسه: بعد ما خلص القداس لقيت سيدة صغيرة ومعاها سيدة كبيرة جايين ليا وطلبوا انهم يقعدوا معايا، فمن شكلهم عرفت انهم مش مسيحيين، لكن رحبت بيهم بشدة وقلت لهم اتفضلوا، ودخلتهم وقعدتهم معايا وقلت لهم خير طلباتكم. بدأت البنت الصغيرة تتكلم وتقول: أنا اسمي فلانة واللي معايا دي والدتي. قلت لها أهلا بيكم، أخدنا بركة، خير عاوزين إيه؟ قالت له: هحكي لحضرتك على حاجة مش عارفاها وعاوزك تقولي إيه معناها. فقال لها: قول يا بنتي. قالت له: وأنا في المدرسة كان ليا واحدة صاحبتي مسيحية ادتني كتاب عن القديسة تريزا، ولما روحت وبدأت أقرأ الكتاب أعجبت جدا بالقديسة وقلت دي إنسانة بركة، حبيتها جدا وتعلقت بيها من صغري، وأنا كنت بصلي وملتزمة في صلاتي وفي فروضي. وبعد ما كبرت ووصلت لسن الزواج اتقدم ليا جوزي، كان شاب متدين ومحترم ويعرف ربنا وبيصلي. اتخطبت وقرب ما هتجوز حلمت بالقديسة تريزا جت ليا وباركت لي وادتني بوكيه ورد. ولما قمت من النوم كنت فرحانة جدا بزيارة القديسة ليا في الحلم، وعرفت ان دي رسالة من ربنا ان الجواز هيكون مبارك. وبعد ما اتجوزت كنت عايشة انا وزوجي حياة صالحة. وفي يوم وانا نايمة بعد الزواج حلمت ان في راجل بيجري ورايا وانا بجري منه بسرعة جدا، وبعدها اقوم من النوم مفزوعة وزوجي يقوم على صوت صراخي ويقول لي: مالك؟ حكيت له عن حلمي المفزع، ولكنه كان بيهديني ويقول لي: ما تخافيش انتي كويسة. وهديت. لكن تاني يوم حلمت بنفس الحلم ونفس الراجل اللي بيجري ورايا، وتكرر الحلم معايا كذا مرة، وبقيت مش بعرف انام واقوم مفزوعة من الحلم كل يوم. والمرة الأخيرة بقى حلمت إني بجري والراجل برضو بيجري ورايا، لكن وقعت في الأرض من كتر الجري. والراجل ده قدر يوصل ليا وكان عاوز يعتدي عليا، فصرخت بأعلى صوت وقلت: يا رب انجدني، لأني إنسانة متدينة. وأنا بقول يا رب سمعت صوت حصان بيقرب مني، ولقيت شاب شكله حلو ظابط راكب على الحصان، قرب مني وزعق في الراجل ده وقال له: قوم بسرعة ابعد عنها. فلما الشخص الشرير ده ما تحركش من مكانه مسك الحربة بتاعته وغرزها في الراجل، وفي نفس اللحظة الراجل اختفى والحربة دخلت في صدرها وطلعت من ظهرها، وقال لها: ما تخافيش انتي كويسة خلاص. وقامت من النوم البنت دي منزعجة جدا، وجوزها قال لها: مالك؟ ردت عليه وقالت له: المرة دي الراجل اللي بيجري ورايا قدر يوصلني، لكن رفعت راسي وصرخت لربنا وقلت له: انقذني، فجه فارس بحصان وانقذني منه. فجوزها قعد يهديها ويقول لها: مفيش حاجة انتي كويسة اطمني. فبتقول علشان اهدى
دخلت اخد شاور، وانا بغير ملابسي لقيت مكان الحربة فيه دم في صدري وفي ظهري. فجريت على جوزها وقالت له يبقى ده ما كانش حلم، دي كانت حقيقة. جوزها قال لها اطمني، الحلم ده مش هيرجع تاني مادام حصل كده ولقيتي الدم على ملابسك. لكن السيدة قالت لابونا بعد ما حكت له الحلم: انا رحت يا ابونا المشايخ كتير علشان يفسرولي ايه الحلم ده، ومحدش قدر يعرف حاجة. تقدر يا ابونا تقولي ايه اللي حصل معايا ده؟ انا عاوز اعرف. راح ابونا بشوي كامل قال لها تعالي يا بنتي معايا، فتح لها باب الكنيسة ووراها أيقونة القديس العظيم ماري جرجس، وقال لها هو ده الفارس اللي أنقذك؟ أول ما شافته صرخت بكل قوتها وقالت له أيوة، هو ده اللي جه وأنقذني من الراجل اللي كان عاوز يعتدي عليا. قال لها ده شهيد عظيم عندنا في المسيحية واسمه القديس العظيم ماري جرجس، وده أمير الشهداء. وقعد يحكي لها عنه وعن استشهاده، وقال لها اطمني كده الشهيد ماري جرجس الروماني أنقذك منه. فرحت جدا السيدة دي وشكرت ربنا قد ايه ربنا ده حنين، وأي حد بيصرخ له وهو في ضيقة مش بيسيبه، بيبعت له قديس من قديسيه ينقذه. ودي كانت معجزة النهاردة. أتمنى تكون المعجزة عجبت حضراتكم، ودي قصة فعلا حصلت زمان وقالها أبونا بشوي كامل. بركة الشهيد العظيم ماري جرجس تكون معانا كلنا. ربنا يفرح قلوبكم ويبارك حياتكم. قناة يسوع مفرح القلوب.